السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام. الفيديو الثاني الحي السادس بيت الوطن. بنحاول قدر المستطاع نصور لكم آخر أبديت أول بأول. بيت الوطن احنا بادئين معاكم تصوير فيها من 2019، صورنا لكم كل ما يخصها من ساعة ما بدأت وأول ما كانت صحراء وبدأت تشتغل وبدأ يبقى فيها حياة، وبنكمل معاكم الأبديتس كل شوية عشان تشوفوا وصلت لفين، سواء اللي اشترى أو اللي لسه هيشتري يبقى عارف راسه من رجله في الأمر دوت. احنا النهارده بنكمل الفيديو الثاني بتاع الحي السادس وبنصور بقية من جوه قلب الحي السادس من عند منطقة الخدمات وحرف الاي، ومكملين لحد ما نوصل للفيزون، وهنمشي لحد ما ناخد الشارع الشرقي الفاصل ما بين السادس والثامن، ثم الشارع الجنوبي على المونوريل، عشان يكون الفيديو الثاني لينا عن الحي السادس. اللي فكر يشتري يقدم على الشراء، لا يتاخر. حط فلوسك في عقار، حط فلوسك في شيء ثابت، لان الفلوس قيمتها بتقل مهما حطيتها في البنك وحطيتها خدت فيها فوائد، فهي قيمتها بتقل، والتجربه اثبتت لنا كده في 2022. يلا بينا نطلع نشوف هنتكلم عن ايه النهارده في الحي السادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام. معلش المقدمة طولت شوية لكنها كانت مهمة، فخليني النهاردة هشرح لكم وهخش على طول على الحي السادس، وتعالوا نصور هنشوف ايه في الحي السادس. اتفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام. احنا فين؟ احنا في الحي السادس، بنكمل الفيديو التاني بتاع الحي السادس. على شمالنا حرف الاي، واحنا ماشيين في الفواصل بنخترق الحي السادس كله لحد ما نوصل للفيزون. على شمالنا ده حرف الاي، وعلى يمنا منطقة خدمات الحي السادس. منطقة الخدمات دي المقصود فيها هيبقى فيها مول، هيبقى فيها مسجد، هيبقى فيها مدرسة، هيبقى فيها شيء يخدم المنطقة بتاعة الحي السادس. واحنا مكملين هتخلص منطقة الخدمات، هيقابلنا حرف الاتش. هيقابلنا حرف ايه؟ هيقابلنا حرف الاتش عند الميدان ده كده بياخدنا زي المثلث، واحنا بنكمل على طول. ادي خلصت منطقة الخدمات واحنا مكملين بتاعت الحي السادس، وادينا خدنا جزء من حرف الاتش. احنا المفروض هنكمل على طول في الشارع الفاصل زي ما انتم شايفين. لو احنا مشينا من هنا مكملين اهوت، ده كده حرف الاي مع حرف الاي، دخلنا بقى حرف الاتش، وعلى شمالنا لسه حرف الاي بيلف معانا، ومكملين على طول عشان هنطلع على بره على الفيزون. معرفش هيكون شغال ولا لا، اللي في وشنا ده على طول الفيزون، شكلهم قافلينه. خلينا نكمل لحد ما نوصل لحد عنده، وممكن نخش من هناك. على ايدينا الشمال دلوقتي حرف الاف، وعلى ايدينا اليمين حرف الجي. على ايدينا الشمال حرف الاف، وعلى ايدينا اليمين حرف الجي. وفي وشنا مباشرة الفيزون. مقفولة ولا مش مقفولة؟ والله قافلين، بس خلينا نشوف ايه يا عم الكلب. هوهو بقى، هوهوتين. يلا مش مشكلة، خلينا ندخل بشكل داخلي في حرف الجي. احنا هندخل دلوقتي في حرف الجي، الشارع هيلف بينا بس احنا هنلف ومكملين بحيث ان احنا نخش من جوه. الشارع هيلف بينا يمين. طبعا الحدائق، ليه انا دايما بقول بلاش حدائق الا لما تتاكدوا انتوا فين في الحدائق، عشان كل دي كشاف كهرباء جوه الحديقه. الطريق هيلف بينا يمين، احنا ماشيين في حرف الجي، والمفروض ان احنا هنخرج منه على حرف الاي، هو اللي جنب الحرف الجي، في اتجاهنا لاتجاه الجنوب. هنخرج كده في الفاصل. في وشنا ده حرف الاي، في وشنا ده حرف الاي. خلينا نخش الفاصل ما بينه وما بين بعض. هل نرجع ونمشي في الجنوب؟ طبعا في وشنا هناك كده لو ركزتوا هتلاقي المونوريل. شايفين الجزء اللي هناك ده؟ المونوريل ده الشارع الجنوبي. ماشي، احنا دلوقتي خرجنا من الشارع، نقدر نخش شمال ونقدر نخش يمين. ممكن يكون الشمال مقفول، خلونا ندخل يمين عشان الطريق هيبقى ماشي معانا. اللهم اجعلنا من اهل اليمين. ادي العماير، احنا على ايدينا اليمين حرف الجي، وعلى ايدينا الشمال حرف الاي.
طيب الطريق هيحود معانا ولا ما هوش حاود؟ يحود يا عم، هو هيحود اهو، ماشي معانا اهو. الطريق حاود معانا. تمام. لو فضلنا مكملين على طول هنطلع على المونوريل اللي في وشنا كده. احنا في حرف البي، خلونا مكملين حرف البي مع حرف الاي وهكذا. خلونا ماشيين على شوارع، ده شارع داخلي بالمناسبة، الشارع اللي انا ماشي فيه ده شارع داخلي 18 متر. احنا بنحاول نصور قدر المستطاع الجزء اللي هو داخل الحروف كلها في الحي السادس والفواصل كلها، بحيث ان احنا نشوف كل ما يخص الحروف في الحي السادس. طبعا لو مشينا على طول ما بين الحرف الاي والبي هنطلع في وشنا حرف الجي والاي، اللي هو حرف الجي اللي هو في السادس، اسف حرف لا اله الا الله وحده لا شريك له، حرف الاي وحرف الجي اللي هو في السادس. احنا كده خلصنا حرف الجي ودخلنا على حرف الاتش، حرف الجي ودخلنا على حرف الاتش. خلينا نخرج ونطلع على المونوريل عشان نشوف الحد الجنوبي. احنا رجعنا هنا على منطقة الخدمات بتاعت الحي السادس زي ما انتم شايفين، الجزء الفاضي دوت منطقة الخدمات بتاعت الحي السادس، وعلى ايدينا اليمين دي كلها حرف الاتش. بعد ما بتخلص منطقة الخدمات بتاعت الحي السادس بتقابلنا حرف الجي وحرف الاي، يعني على ايدينا اليمين دوت حرف الجي، جي مش الجي، مش جوجل، جي. واللي في وشنا ده حرف الاتش، ده الفاصل ما بين الجي والاي، الجي والاي، يميننا جي شمالنا اي، لحد ما نطلع على مباشرة على محور بن زايد على المونوريل في الحي السادس. في وشنا مباشرة المونوريل، ده حرف الاي اهوت، وده حرف الجي. طيب هو ممكن يكون مقفول من هنا ولا ايه؟ العربيات دي كانت جايه منين؟ على كل الاحوال هنلاقيها مقفول. احنا كده كده هنرجع علشان خاطر نطلع نشوف الفيديو التالت، بس احنا كده صورنا وطلعنا على الحد الجنوبي على شارع محور بن زايد ما بين حرف الاي وحرف الجي. ارجو ان يكون الفيديو ده برضو فاتكم وصور لكم الحي السادس باكتر من شكل واكتر من طريقه، وشفتوا بيه كميات العماير والانشاءات اللي مبنيه بالفعل في الحي السادس. تحياتي ليكم. الحمد لله على السلامه يا احبابي الكرام. احنا في الشتاء لكن الجو مشمس النهارده، الواحد عارق يعني، بس تمام كويس الحمد لله والشكر لله. دلوقتي احنا صورنا الفيديو الثاني للحي السادس، صورنا فيه اكتر من منطقه، منطقه A، منطقه B، منطقه J، منطقه I، منطقه H. عدينا تاني على منطقه الخدمات، شفنا طرق مقفوله، لكن في الاخر قدرنا نصور لكم كل ما يخص الحي السادس من الداخل. صورنا في الفيديو الاولاني الحد الغربي جزء من الحد الجنوبي، صورنا الفيديو الثاني قلب الحي السادس بما فيها الحد الشرقي لحد ما وصلنا للفيزون ولقيناه مقفول، وبعد كده دخلنا تاني كملنا ووصلنا لحد الحد الجنوبي بتاع محور بن زايد، وبنكمل لكم بعد كده الفيديو الثالث والاخير بحيث ان احنا نجيب الحد الشمالي ونحاول نوصل للحد الشمالي مع الحد الشرقي قدر المستطاع، بحيث ان يبقى في الاخر نصور لكم كل ما يخص الحي السادس. ارجو ان يكون الفيديوهات دي بتفيدكم وبتوصل لكم معلومات. انا طبعا ماشي احيانا في ادغال، يعني تلاقوني بكلمكم وانا سايق، واحيانا بيبقى قدامي ادغال بقى مش بوريها لكم، عربيه قدامي الكاوتش بتاعها نام، ربنا يستر ما تنامش الكاوتش بتاعي. في كل الاحوال ارجو ان يكون الفيديو ده وصل لكم صوره تخص الحي السادس بشكل اكثر شموليه. نكمل مع بعض وهوريكم بقيه المناطق اللي موجوده اللي تخص الحي السادس، واصور لكم الحد الشمالي والحد الشرقي قدر
المستطاع. ارجو ان يكون الفيديو دوت فاتكم. محتاج مني بقى اي معلومه او اي نصيحه او اي شيء يخص بيت الوطن بشكل عام، القاهره الجديده بشكل عام، عقود، اوراق قانونيه، مراجعات، نصايح شركات، كل الكلام دوت يبدا يسال على طول. الفتره دي لا تقدم على الشراء الا للشركات التراست، للشركات الثقه، للناس اللي هتعرف تسلم. الموضوع ما عادش بسيط وسهل، الموضوع دلوقتي بقى اكثر من الاول. في ناس كتير اللي اشتروا في الفتره اللي فاتت استفادوا وقيمه العقار بتاعهم زادت بشكل كبير جدا. فمحتاجين نفس الفكره، اللي بيفكر يشتري دلوقتي يشتري وهو بيفكر صح وبيدور صح علشان خاطر يقدر يستفاد زي اللي استفادوا قبل. اراكم دايما على الف خير. كان معاكم محمد المهدي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.